السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدين العزاز الغاليين، كي دايرين وكي دايره احوالكم؟ بخير وعلى خير. كنتمنىكم تكونوا بخير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي هيكون زوين بزاف، وفيه واحد الوصفه اللي كتعجب المغاربه كاملين وكتعجب جميع الناس اللي كيذوقوا هذه الوصفه هذه او هذه الطبخه هذه. كلشي كتعجبو وكلشي كتنال الاعجاب ديالو. ما عليكم غير تابعوا الفيديو حتى التالي، ولا عجبكم ما تنساونيش من لايك وكومونتير وبارطاج وفرجه ممتعه. دابا البنات غادي نمشي نحيد الخليل، راه في رانا شهر الوالده غادي نطيبوا لها باش غادي نمشي بحالتي غدا. ما عليهاش ندخلوا معايا للدار نطيبوا وسط الحراره، قلت نطيبوا لها هاد النهار ان شاء الله انايا. يلا معايا غادي نحيد الخليع من السلك ونوريكم كيفاش الطريقه ديال التحضير ديالو. انا ديجا كنحط معكم الخليع كنوجدو. المهم دابا الخليع في الباديه، غنطيب القديد او الخليع في الباديه. الخليع فاسيه لحقه وطريقه. دابا غادي نمشي ان شاء الله نحيدو انا ويحيى. ياك يحيى تمشي معايا تقطع معايا خليع؟ يلا البنات، الصوت راكم عارفين كيما العاده كيمشي لي الصوت. شوفوا يحيى مسكين طاح وتهرس من يدو نهار العيد. ايوا راهم دايرين له الجبيره، غا شافيه. ايوا هادشي اللي كاين. يلا غادي نمشي نقلع معكم الخليع.
البنات انا معكم على الحقيقه، دايره لكم الحقيقه على المباشر. لا الله وهذا هانتوما المليحه في ميكتها، العطريه في ميكتها، الثومه كنديرها بقشورها بطبيعه الحال، الثومه الخضيع كدير بالقشور. عندي هنايا هاد الزيت هادي، شوفوا كيما كي دايره بحال فيها الدرد وفيها كل شيء. غادي نخلطها البنات، غادي نديرها وندير معاها الروميه. عندي هنا زويته بلديه هانتوما كلشي سطوله كيما جابتها ليا امي هاد الزيت هادي قالت لك تلوحها، هادي قالت لي ما صالحاش هادي اللوحه، قلت لها ما تلاحش. غادي ندير فيها الروميه وغادي نخلطها ونديرها حتى هي في الخليع، كتجي زوينه. انا في داري كنطيب بها كنخلط بها. هذا عندي هنايا كيما عندها القزبر يابس، عندها غير هاد شويه، ولكن شرملاتو بالقزبر، شرملاتو بالقزبر، التومه مشربه بالقزبر ومشربه بالثومه ودايره له الزعفران. انا الزعفران ما كنديرولوش داك ما تنديرش الزعفران الخليع، ولكن امي دارت الزعفران ما عندي ما ندير لها. وهذه الثومه، وهذه الثومه هنا دقيتها بالقشره ديالها، وهنا انا كندقها بالدقان تقليدي. انا ملي كنكون في الدار عندي كندير كلشي في الهاشوار، عندي كلشي ساهل. هنا عند امي عندها المهرز على حقه وطريقه. جابوا دابا عاد كان ما كانش هنا في الدار، جاو طلبوا داكشي اللي عندك معلق يابس نجمعوه ونطويوه مع جلست انا وخواتاتي تبارك الله تبارك الله، كنكونوا مجموعين مع الصوت بالشام، كنكونوا مجموعين ما كاين غير طيب وكل طيب وكل. ديك البقره ديال البوج جمعنا لها وطوينا لها، قلت له با داكشي اللي باقي عندك معلق ويابس غادي نطيب به هذا النهار، نكون غاديه بحالي غدا في الصباح ان شاء الله ولا في العشيه غادي ندي معايا ونمشي بحالاتي. هادو هما الوالدين، الله يخلينا والدينا. المهم بحال الله مشى الصوت. المهم غادي ندق هنايا هاد الثومه القشره ديالها. ملي كتكون عندك الهاشوار كيجيك الحال ساهل، كلشي كيدير الرن الماكله والضو دغيا كيدوز. والمهرس خصك تدقي كلشي تقليد على حقه وطريقه. ايوا هادشي اللي كاين. امي ما كتعرفش طيب الخليع، داكشي علاش نطيب لها الخليع انا. ما كتعرفش طيب الخليع وما كتعرفش طيب المروزيه، كنطيبهم لها انايا. ايوا هادشي اللي كاين، هو نطيبي في الطبيعه. وجبت الطاوله الكبيره باش ندير فيها الخليع يجي لك شي مره يطيب على حقه وطريقه. وهادشي اللي كاين. كنتمنى هاد الفيديو يكون زوين وينال الاعجاب ديالكم. من بعد ما نصب البنات الخليع دوزي عندنا مع البنات. من بعد ما نطيب الخليع غادي ندوز نطيب الكوفيتير دلتشين على حساب ولد خويا. انا قلت لكم نهار العيد راه طاح وترسم اليد ديالو، غيجيوهم الناس. غنخلي حيت دابا انا ندخل بحال ما نوليش نخرج، نخلي لمو الكوفيتير واجد وصافي. هادشي اللي كاين. غادي نوريكم الطريقه ديال تحضير الكوفيتير وانتم معايا. فرجه ممتعه. عاوتاني مسحيت اصلا ديري قصعد مسحاده دارك العيد كامل. بابا استخدم مسحاده عاوتاني، واش ديتي استخدم بابا جبتي مقاطع في مسحاده. ماشي الموس داك ما زوقش يكون هذا كيجي تيحصلنا من هنا البنات. كنت نطيب لامي العسل، كنطيب لها العسل كما كنطيبوا للشباكيه، غادي نطيبوا لها عندها القرن عندها كلشي. منين لقيت عندها تقريبا 2 كيلو ديال التشين او 3 كيلو، قلت لها امي داك العسل ما نطيبلكش العسل، غنطيب لك كوفيتير ديال التشين. الكوفيتير ماشي هي العسل، فهمت البنات؟ الكوفيتير كتنكل يعني كتنكل ما كتضيعش. العسل كيبقى ما كيتنكلش، كيتكب في الطباصل ويترد في القرعه، يتكب في الطباصل ويترد في الاناء اللي كيكون محطوط فيه. فضلت نطيب لها الكوفيتير بالتشين. هذا التشين هذا كنديرو عصير، كما نديرش امي العصير غادي نديرو الكوفيتير. بحيث انا دخلت لداري تنمشي مشيت الحال بعيد، راه ماشي قريبه ليا، الباديه ديالنا راه بعيده، راه بساعه الا ربع باش كتوصلي للدار عند امي. قبط السكر مع داك 2 كيلو ديال التشين او 3 كيلو حيت ما عبراهاش، درت معها قال ديال السكر، زدت تقريبا نص لتر ديال الماء ورديتها كطيب. وطيب لهم كوفيتير غزاله. هنا كما تشوفوا الغديوه ديالنا اللحم مفور، ودرنا الشليضه بالبطاطا والروز. وقلت لامي انا بغيت العدس، طيبتنا العدس. وشحال نجلس على داك العدس، قلت لي كيفاش نتيا حنا نطيبوا العدس.
قلت لهم انا بغيت العدس. هنا من بعد ما تغديت خرجت كنحرك الخليع ديالي باش ما يلصقش في كاع الطاوه. والبنات راني كنت نطيب الخليع على الاول العجاج والريح بزاف، وغادي نكمل الطياب لداخل حدايا في الدار، حيت هنا البرد بزاف ما خلاش الريح يرسالي من تحت الطنجره. هنا من بعد ما طاب لي الكوفيتير ومازال دافئ البنات، مازال ما بردش، انتم هنا راه مازال جاري ما باردش. طحنته في الطحانه ديال المطيشه، فالطحانه هذه في هذه الاله هذه كيجي كوفيتير يا سلام. ودوك الجلود بطبيعه الحال حيت دابا راكم عارفين التشين شاحت، دوك الجلود ودوك القشو دوك الحريقات ديال التشين كنسيبوهم ما كيبقاوش صالحين. هانتوما هنايا الكوفيتير في الكوكوت راه قاصح بدا يعقاد لنا. هنا البنات راهم جاونا الضياف، جاو طلعوا عليا، جا خالي ومرات خالي، كنديروا لهم الكوتي، وفي نفس الوقت كنخدم انا شغالي، كنكمل المسائل ديالي باش انا غدا ان شاء الله نمشي بحالاتي ما غادي نجلس. هنا كنستف مع مرت خويا شويه ديال دواز داتاي. مرت خويا دات واحد الكيكه جات فينا هانتوما البنات كما كتشوفوا، وزوقتها بطريقتها هي، زوقتها باللوز. المهم راكم عارفين عرق، تما عندنا عرق ديال صحاب الحلويات المهم هنا كاين واحد البراد ديالها تاي مسوس وبراد حلو، وكنقوموا الواجب كنواسيو الكاسكروط باش نحطوا للضياف اللي عندنا. هانتوما الخليع ديالي من بعد ما طاب وعقد وجا يا سلام البنات، جا مذاق خطير وما نشكركمش راسي، راني طباخه ماهره اللي بغى الخليع مرحبا، نطيبكم الخليع، المروزيه، اللحم مقلي، الدجاج مفور، اللحم مفور محمر يا سلام. المهم شنقول لكم، شكر راسو دايز منا، هادشي اللي كاين اخوتي العزيز. من بعد ما جات الليل جا العشيه، حنا والوالد ومرات خويا جات مع عند امها، كانت عند امها جات، بدنا كنشويو الكفته في الكولوار، يعني داك البانكو اللي قدام الدار. كاين اللي حنا الدارجه ديالنا كنقولوا الدكانه، وكاين اللي ما كيعرفش الدكانه نقولوا كولوار، وكاين اللي ما كيعرفش الكولوار نقولوا بحال المرح ديال الدار، نقولوا له المرح ديال الدار. المرح ديال الدار هي وسط الدار، ولكن هذا راه كيكون عندنا قدام الدار، يعني بحال الدكانه، حنا كنقولوا الدكانه. يعني شنو هي الدكانه، شنو هي بزاف ديال الناس كاين كل واحد كيفاش كينطق ديك النطق. كاين اللي كيقولوا النبح، كل واحد وكيفاش كيقول له. هنا راني جالسه انا وبا ويحيى واميره وامي مسكينه كدير في الكوزينه، وقيله اتاي مابقيتش عاقله شنو كانت كدير، بحيت انا البنات هذا الفيديو هذا راه انت جيت للدار كندير مونتاج، راه كان الصوت مشى تبحبحت، ودابا راه شويه الصوت رجع ليا، داكشي علاش تعطلت لكم في الفيديوهات. ولكن البنات هذا راه ماشي بزاف تعطلت، لا هذا راني انا مشيت عند امي نهار 4 ايام في العيد، مشيت عند امي نهار 2، نهار 2 راه كانت 5 ايام في العيد، فهمت البنات. نهار 2 و3 هنا الاربع، باش الخميس غادي نمشي بحالاتي، انا الخميس دخلت بحالي. المهم هنا امورتي كما كتشوفوا كتقول لها عمتي صوريني. ايوا خوتي هذا هو الفيديو ديالنا، لا عجبكم ما تنساوش محجيم او لايك كومونتير، ولا عجبكم الفيديوهات ديالي قولوها لي في كومونتيرات باش نزيد من المزيد من العطاء، باش نزيد نعطي